اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى قلنا نعملوا حبة قراقيش للفطار للولاد. أنا هنا معايا 2 كيلو دقيق نخلتهم كويس وحطيت عليهم معلقة سمسم كبيرة كده، هنزل عليهم بقى بكيس بيكنج باودر كده، وهنزل عليهم بحبة ملح كده، يعني حبة كده على طرف المعلقة. هقلب بقى الملح مع البيكنج باودر كويس كده والسمسم. وأنا هنا معايا بقى ايه نص كيلو سمنة، بس أنا يعني ايه مدفياها يعني مسخناها شوية عشان الجو سقعة جامد، فإيه قُلت عشان يسرّع يعني إيه عملية التخمير، لمّا يبقى إيه السمنة سخنة كده، ونبِس العجينة كده بإيدينا، وبعد كده نعجن بمَيّة دافية كده، يعني إيه ما تاخدش وقت في الخمران كده، تشتغل معانا على طول. طبعًا أنا ما أقدرش أحط مَيّة سخنة بقى، سمنة سخنة كده لو أنا حاطة خميرة فورية ما ينفعش، لازم الخميرة الفورية ما انزلش عليها بأي حاجة سخنة، أو أي خميرة عمومًا يعني. أنا عشان هاحط الخميرة بعد كده، فعشان كده سخّنت السمنة يعني، إنما لو أنتم هتحطوا خميرة فورية ما ينفعش تنزلوا إيه، بالخميرة الأول بقى، هتنزلوا بالسمنة زي ما هنعمل كده والخميرة في الآخر. أنا بقى هابِسّها كده على إيدي كده كويس لحد ما تبقى كده إيه زي بُصّوا زي الرملة المبلولة كده، هي دي مش مبسوسة يعني مش زي الكحك طبعًا، إحنا عاملينها يعني بنُص كيلو سمنة مش كتير، بس كانت بُصّوا كانت تحفة جدًا، كانت مقرمشة بقى كده وبتدوب كده في البُق. انزل بقى كده دول معلقتين سكر كبار، بس هو عشان السكر بقى خشن فبادوبه كده في المَيّة، وهانزل بقى بقطعة الخميرة كده، قطعة كده قد الليمونة. لو هتحطوا خميرة فورية حطوا كيس كامل، يعني كيس كامل خميرة فورية، الأكياس اللي هي الكيس اللي بنشتريه استعمال مرة واحدة ده. لو أنتم عندكم بواكي الكبيرة دي حطوا معلقة كبيرة. هانزل بقى بالخميرة كده وهانزل بحبة مَيّة وأعجن بقى، وصلّوا بقى على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. هازوّد بقى مَيّة حبّة، حبّة كده وألِم العجينة بتاعتي، يعني أنا بالِمّها بس كده لَم، مش بالِت بقى والكلام ده لأ، مش محتاجة عجن كتير يا دوبك هالِم العجينة، أهو، يعني يا دوبك بتلَم معايا كده خلاص. هاقسمها بقى، أنا عشان هاعمل نُص بالعجوة وهاعمل نُص بالشَمَر واليانسون، يعني الولاد عندي عايزينها كده، أمسك بقى ديّة شَمَر على ينسون كده طحناهم أنا في الكبة نُص طحن، يعني إيه مخلّياهم خشنين شوية كده، يعني مش منعماهم على الآخر، هادخّلهم بقى في العجينة كده حلو. لو أنا هاعملها كلّها بالشمر واليانسون، بس أنا عشان قُلت بدل ما أعمل كيلو، كيلو يعني كنت ممكن أعمل كيلو دقيق لأ، فقُلت أعمل العجينة وبعد كده إيه أدخّلها بعد كده أنزل بيهم إيه على العجينة يعني، إنّما لو أنا هاعمل من الأول خالص هانزل بيهم من الأول خالص، لو هاعمل كلّه بالشمر واليانسون يعني، هاسيبها بقى تخمر، خلاص خمرت وبقت زي العسل، بُصّوا، أحطها في مكان دافي كده تخمر عشان الدنيا ساقعة تلج. ودي بقى عندي عجوة كده مسكتها عجنتها بإيدي كده، معلقة سمنة، هنقطّع بقى العجينة كده إيه ونضبّطها كده إيه عشان نحشيها بقى إيه بالعجوة، اللي هي العجينة السادة دي. بُصّوا كانت ريحتها والله قلبة الدنيا وكانت زي العسل. هابرُم بقى كده العجينة، هاخد قطعة كده وابرمها وابطّطها بقى بإيدي كده. سهلة وبسيطة وخلّي بالكم بتبقى تحفة جدًا، وريحة الشمر واليانسون بقى كانوا إيه، كانوا حلوين جدًا، ريحتها كانت قالبة الدنيا والله وهي بتستوي. وكانت مقرمشة بقى وبتدوب كده، كانت جميلة والله، هتعجبكم إن شاء الله لمّا تجربوها بإذن الله. طبعًا لو أنتم عايزين تكتروا السمسم عن كده فكتروا عادي، ولو عايزين برضه تعجنوا العجوة دي بالسمسم هتحطوا لها حبة سمسم كده وأنتم تحشوا بيها يعني عادي برضه.
أنا بقى إيه هامسك العجوة كده إيه على إيدي هابططها كده على إيدي، وأحط بقى إيه على قد ما أنا محتاجة كده. وصلوا بقى على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. هاضبطها بقى كده أنا. يعني لو انتوا هتعملوا كيلو واحد هتحطوا ربع كيلو سمنة. أنا عاملة 2 كيلو حطيت نص كيلو. ممكن برضو تحطوا سمنة على زيت لو انتوا عايزين، يعني ممكن ربع سمنة على ربع زيت. تدينا برضو نتيجة كويسة، مش تبقى وحشة ولا حاجة، تبقى جميلة. هظبط لها بقى العجوة كده كويس. وافرتها، معلش بقى انا عندي برد. البرد بصوا ايه عامل عمايله معانا. مش عايز يخف خالص. هظبط بقى العجوة كده كويس، وبعد كده ايه هنظبطها بقى ايه مع بعض كده. ودرجة حرارة الفرن بقى ايه على اعلى درجة حرارة. لان هي القراقيش ما بتبقاش يعني ارتفاعها عالي، فهي ما بتاخدش وقت في الفرن اساسا. على الشبكة اللي في النص كده. نولع الفرن على اعلى درجة حرارة. بالذات لما تكون يعني الحاجة محشية مثلا زي العجوة كده. متحتاجش نار هادية، لان انتوا لو حطوها على نار هادية، هادية قوي بزيادة يعني، هتمص العجوة دي هتطلع زي الحجرة منكم. تنشف. الفرن يمصها بقى. لان الحاجة المحشية دي بتبقى طبعا بيبقى في الحشو، طبقة العجينة بتبقى شوية يعني. اظبطها بقى كده. يعني انا عملت التانية دي كده وبسويها كده وبظبطها وبخليها من تحت. عشان ما تبقاش باينة معايا. والله بصوا كانوا حبة قراقيش زي العسل. طبعا لو انتوا عايزين بنفس العجينة دي تخلوها قرص، يعني ما تعملوهاش قراقيش اصلا، تعملوها قرص برضو هتبقى تحفة جدا. بنفس العجينة كده. وبرضو تحشوا لو انتوا عايزين تحشوا، ولو عايزينها برضو بالشمر واليانسون عادي. بس انا ولادي طلبوها قراقيش يعني، عشان كده انا عملتها قراقيش. اقطعها بقى ايه الحجم ده كده كويس. دي بقى صينية كده. مش مدهونة ولا اي حاجة يعني، ولو انتوا عايزين تدهنوها ممكن بايه بمنديل كده، بنقطة زيت كده تمشوا على الصينية كده. يعني مش تكتروا زيت بقى، وعشان ما تتحرقش منكم الزيت لما يكون زيادة عن اللزوم لما تكونوا دهنين الحاجة. يحرق الحاجة منكم. يعني لو انت شاكة ان ممكن صينيتك تلزق او حاجة، ممكن تدهنيها دهن زيت بسيطة كده بمنديل. اقطع بقى اللي هي بالشمر وباليانسون دي. طبعا القيمة الغذائية بتاعتها طبعا عالية، الحاجات الحبوب دي بتبقى حلوة جدا. مغذية للولاد كمان. بالذات ان هما مش بيشربوها الحاجات دي يعني. هو كل حاجة سبحان الله ربنا يعني. سبحان الله يعني لها فايدة للجسم. طبعا لو انتوا عايزين برضو تعملوها باللبن عادي، ممكن تعجنوها باللبن. بس انا عملتها ايه بالمية كده. فردت دي خلاص بقى كده هقطعها. طبعا التانية حطيتها في صينية لوحدها ودي في صينية لوحدها.
هاقطّع بقى وأرص كده بُصّوا، يعني الارتفاع بتاعها مش عالي. أرصّها بقى كلّها. أنا خلاص بقى ولّعت الفرن، هنخبز بقى الصينية دي بُصّوا، خلاص هي خَوَرِت تاني، يعني أنا بعد ما شكّلتها خلاص ارتاحت شوية، فخلاص رجعت خَوَرِت تاني. بُصّوا بقى من فوق ومن تحت تحفة جدًا، والله كانوا حبّة قراقيش زي العسل. بُصّوا بقى أهي دي بالشمر وباليانسون، ودي بقى اللي بالعجوة، تحفة جدًا، هتعجبكم إن شاء الله لمّا تجرّبوها. بس كده يا حبايبي، متنسوش بقى بالاشتراك لو عجبكم الفيديو، واللايك بتاعكم جميل وكومنت حلو منكم، واشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله، مع السلامة.